هي الأستاذة غادة حسن من الإسكندرية، وهي أديبة معانا في منح التفرغ، وزي حضرتك برضو حصلت على 4 سنين تفرغ وخدت سنة كمان استثنائية في مجال أدب الأطفال. هي ليها برضو أكتر من مجلد نشر في الإمارات عن مهارات الإبداع للأطفال، ناقشته بناحية أدبية، يعني حولت المهارات المستحدثة مع الأطفال إلى كتابة أدبية، وحصلت بها على منحة تفرغ وخدت المشروع استثناء سنة كمان، وهي من اسكندرية. اتفضلي. يا أهلا وسهلا. يا أهلا بيك، متشكرة جدا للقاء النهارده، وأحب أقول لحضرتك تحياتي. أنا جيت من اسكندرية مخصوص ورتبت معاك زيارتي لما عرفت عنوان الندوة. لو حبينا نلخص رؤية الأساتذة الأفاضل، إن في حاجة اسمها كتب الاستعمال وكتب القراءة للمتعة. يعني كتب القراءة طول حياتنا واحنا صغيرين بنستمتع بالقراءة، غير لما كبرنا وبنبحث فبنبقى محتاجين حاجة معينة، حتى لو مش هنقرأ الكتاب كله بندور مثلا عايزين الجزئية دي. فلو حضرتك أكرمت الباحثين من بعدك بحيث إن الملخص ما يكونش ملخص مختصر، لا يكون ملخص استعمالي. العناوين الرئيسيه زي مثلا مرجع دكتور سبوك في تربيه الاطفال بتبقى في كلمات مفتاحيه للعناوين الرئيسيه، والباحث بيخش يدور في الجزئيه دي. العناوين اللي انا كباحث، يعني مثلا انا كنت مهتمه بان الحدود محميه باهلها، ان كل بقعه على ارض مصر ليها ملحمه وطنيه على مر التاريخ اهلها قاموا بيها لحمايه الحدود، من اول البروس وحضرتك اتكلمت عن النقطه دي اللي انا كنت جايه ادور عليه لحد اسوان، لحد السلوم، لحد سينا. دي من ضمن الحاجات المفردات اللغويه، ان كل منطقه ليها كلام. يعني انا كنت حضرت ندوه في اسكندريه لحد كان مدير امن في السلوم، كانت مشكله غريبه ان جابر قتل واحده، فالقضيه اتعملت وجا الحكم اعدام وبيدوروا على جابر مش لاقيينه، لحد ما في مناسبه عرفوا ان جابر ده عمود الخيمه اللي وقع على واحده جوه. ففي مفردات احنا حابين ان هي لو انتشرت هنحس ان مصر كلها اتعجنت في بعضها. قريه واحده، عولمه مصريه. بقينا ثقافه واحده، كيان واحد. فده اللي انا كنت جايه ادور عليه، واتمنى ان يبقى في تواصل ما بيني وبين حضرتك، ان في حاجات بعينها حابه استعين بيها على سبيل الاطلاع، بحيث ان ندمجها للاطفال في الاطار القصصي والالعاب التفاعليه، بحيث ان الفايده تعم بقى مش الباحثين، لا الصغنانين. ربنا يوفقك. استاذ كل